يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. النهاردة هنعمل حاجة خطيرة، هنقلب البيت مطعم. أيوة، وهتوفري في وجبات حلوة كتير قوي، أحسن مليون مرة من أجدعها مطعم. كل اللي انتي شايفاه ده من صدر فرخة، بجد والله حاجات في منتهى الجمال والروعة. هتعملي ستريبس وكفتة وفاهيتا وبرجر، لا حاجات هتوديكي في حتة تانية خالص، هتخلي أطفالك وأحبابك عمرهم ما هياكلوا من مطعم برا. ما شاء الله، بألف هنا وصحتين. ولا الفاهيتا عشقي بقى، لا ده دي بقى ايه، حاجة في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل الحاجات الحلوة دي ازاي. انا جبت صدر فرخة، لفرخة بصراحة كانت تقيلة حبتين، كانت 3 كيلو، فعملت معايا صدر فرخة محترمة. خدت نصها وهعمل بيها دلوقتي شرايح صغنونة للستريبس، ما تكونش عريضة قوي ولا رفيعة قوي. عملت 10 استريبسات وهحطهم في طبق وهركنهم على جنب. وبقية النص صدر الفرخة هعملها شرايح صغنونة خالص خالص، علشان خاطر اعمل بيها الفاهيت، وبرضه هحطها في طبق واركنهم على جنب. هيتفضل معايا ايه؟ نص صدر الفرخة هنقطعها مكعبات صغنونة، معاها بقى 3 بصلات كبار حلوين كده محترمين هقطعها برضو حتت صغنونة، ومعاها 8 فصوص توم، وفلفلاية بقى حمرا وفلفلاية خضرا. وعلى الكبة بتاعتك على طول هتجيبي الكبة، هتحطي البصل الأول وتفرميه جامد الفرمة الجميلة المحترمة على الآخر. وبعدين هتحطي بقى فصوص التوم بتاعتك والفلفلة الخضرا والفلفلة الحمرا. لو مفيش فلفل ألوان مفيش مشكلة، تستغني عنه بالفلفل الأخضر. وكل المكونات دي تحطيها في الكبة وتفرميها جامد على الآخر، وتحطي كل المكونات دي في بولة وتركنيها على جنب. وفي نفس الكبة بتاعتك هتحطي صدور الفراخ المكعبات اللي انتي مقطعها حتت صغنونة، وهتفرميها برضو الفرمة المحترمة على الآخر. بس قبل ما تحطي الفراخ على البصل والخليط بتاعك هتلاقي مطلع مية، لا انا مش عايزة المية دي، فانا هصفيه دلوقتي في بولة تانية، علشان انا عايزة التفل بتاع البصل والخليط كله، والمية دي مترميهاش، ده انا هعوزها في ايه، في المكونات كلها بعد كده هستخدمها يعني. وبعدين هتجيبي البصل، التفل البصل والفلفل، هتحطي عليه الفراخ المفرومة ومعلقة من الملح والفلفل الأسمر والسبع بهارات والكاري، ومعلقة من البيكنج باودر. وبس الخليط ده كله يتجانس مع بعضه وتبقى عجينة حلوة كده. ونعمل أول حاجة البرجر. أنا ما عنديش مكبس البرجر، مفيش مشكلة، عندك بس أي حاجة مدورة تديكي شكل البرجر. وما تنسيش ما بين البرجر وبعضه لازم القطع البلاستيك عشان ما يتلزقش مع بعضه، وتعملي احلى برجر في الدنيا. عملت 5 برجر كده ركنتهم على جنب. بقية العجينة حطيت 4 معالق كبار من بقسماط وبيضة، ممكن تستغني عن البقسماط برغيف فينو، عيش فينو يعني براحتك. وجبت بقى طبق حطيت فيجيتار، وبرده ممكن بقسماط اللي موجود عندك اعمليه. وعملت صوابع كفتة كبيرة شوية، انا بحبها بصراحة انها تبقى مالية السندوتش. هتحطيها في الفيجيتار وبعدين تغمسيها في مية البصل. فاكرة مية البصل اللي انا قلتلك اللي انتي ما ترميهاش، هنعملها في الوصفات بتاعتنا. بس يا ستي بعد ما تغمسيها في مية البصل هترجعيها تاني في الفيجيتار، وحوالي
3-4 مرات كده تغمسيها في الفيجيتار، وبعدين بس تركنيها بقى. نرجع تاني لشرايح الفراخ علشان نتبلها. علبة زبادي عليها نص معلقة من بصل بودر، توم بودر، زنجبيل، السبع بهارات، ملح، فلفل اسمر، ومعلقة من الصويا صوص ودبس الرمان، و3 معالق من الخل. الخلطة الجميلة دي تقلبيها تقلبتين حلوين كده لغاية ما يتجانسوا مع بعضه، وتحطي نص الخلطة على شرايح الستريبس والنص التاني على شرايح الفاهيتا. بس انا هضيف بس حاجة مكونين بس على شرايح الستريبس، نص معلقة من بابريكا ونص معلقة من الكركم. بس كده هنحطهم في التلاجة لمدة ساعة لغاية ما تتبل. وتعالوا يلا بينا علشان نبتدي نعمل اول حاجة الستريبس. نص كوباية من الدقيق او كوباية براحتك، عليها نص معلقة من الملح والفلفل الاسمر، والبابريكا والكاري والكركم وبصل بودر وتوم بودر. وتتبلي بقى، تغمسي الفراخ الستريبس بتاعتك الاول في الدقيق، وبعدين ترجعي تاني تغمسيها في مية البصل اللي احنا مش قلتلك اللي احنا مش هنستغنى عنها، هنكمل بقية الوصفات بيها. وبعدها هنرجع تاني القطعة الستريبس في الدقيق، و7-8 مرات كده تغمسيها فيها علشان يتشرب الدقيق، علشان يعمل القرمشة بتاعتها. ولازم تخبطي عليها جامد كده يحصل فيها تعرجات. التعرجات ديت هي اللي بتعمل القرمشة بتاعت الستريبس. بس كده هنركن الحاجات دي كلها على جنب، ونحضر الخضار بتاع الفاهيتا. بصلتين متقطعين جولياني والفلفل الالوان بتاعك. طاسة على النار فيها شوية زيت ومعلقة سمنة، و4 فصوص توم مهريين قوي تقلبتين. وبعدين نضيف البصل المتقطع جولياني. هنقعد بقى نقلب الحاجات دي تقلبتين حلوين كده لغاية ما البصل بتاعك يتكرمل ويتحول للون البرونزي الجميل. يا عالريحة يا عالجمال، حلوة خالص. دلوقتي هنضيف التوابل بتاعتك، نص معلقة من الملح وفلفل اسمر، بابريكا، كاري، كركم، زنجبيل، 7 بهارات. هنقلب كل ده مع بعضه تقلبتين حلوين كده لغاية ما البصل يتشرب التوابل. وبعدها تحطي الفلفل الالوان بتاعك برضو تقلبتين قبل ما تحطي عليها الفراخ بتاعتك بقى هتحطيها على الخلطة الحلوة المحترمة دي، وهتقلبيها تقلبتين وهتسيبيها تستوي لمدة 10 دقايق كده. ياه عالجمال، يا عالريحة طالعة في منتهى الجمال والروعة. الفاهيتا دي عشقي يا جماعة. هركنها على جنب واجيب بقى طاسة على النار فيها زيت غزير علشان اقلي الحاجات الحلوة اللي انا عملتها. اول حاجة هسمي الله واقلي الستريبس. ما بيقعدش على النار حوالي 10 دقايق لان الحاجات دي متقطعة صغنونة فبتستوي بسرعة. وهطلعها بسرعة وهركنهم على ورق تنشيف لغاية ما اقلي الكفتة بتاعتي. بس انا بصراحة هسيب الكفتة تستوي براحتها وهدوق الستريبس. الله، ده مستوي على الاخر ومقرمش قرمشة جميل. ارجع تاني للكفتة بتاعتي، اتحولت للون البرونزي الجميل. لا ده كده استوت في منتهى الجمال. اركنها برضو على ورق تنشيف وهسيبهم على جنب كده لغاية ما اسوي البرجر بتاعي. طاسة بقى بس فيها معلقة سمنة او معلقة زبدة وشوية زيت صغننين، واحط البرجر بتاعي بقى واسمي الله ويستوي كده على نار هادية. برضو مش هياخد وقت، حوالي 10 دقايق. الحاجات دي بتستوي في وقت قليل لانها حاجات تيك اواي. الله على الريحة، الله على الجمال. بصراحة كل الحاجات الحلوة دي معمولة بكل حب وسعادة، عشان كده الحاجات طالعة حلوة قوي قوي قوي. حاجة كده وهم خرافة، الكفتة ولا الفاهيتا ولا الستريبس. لا حاجات حلوة خالص. انا دلوقتي هعمل لهم هقلب البيت مطعم واعمل لهم سندوتشات بقى. جبت العيش الكايزر، حطيت قطعة البرجر
شريحتين طماطم وفلفل بقى الالوان بتاعك، وكنت محدها خيار مخلل، هحط الخيار وبراحتك بقى، شرايح بصل، زيتون مخلل، شوية كاتشب، سويت شيلي، بصي اللي انت عايزاه. اعمل لهم ايه، اقلب لهم البيت مطعم، احلى سندوتشات في الدنيا ما شاء الله. وهعمل بقى السندوتش بتاعي العيش الفاهيتا، انا على طول بعملها بصراحة، مفيش يعدي 3 4 ايام لازم اعمل لهم سندوتشات الفاهيتا دي. حاجات في منتهى الجمال والروعة يا ست الكل، يا ريت تعمليها، حاجات موفرة خالص ومش هتكلفك كتير زي ما هتجيبي السندوتشات من بره. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وصحتين. استنيني مع طبخة جديدة وطريقة جديدة من مطبخ كوكي، مستنية تعليقاتكم اللي بتساعدني. بحبكم في الله.